لما رجع دخل أوضة التدريب وقعد مربع على الأرض. بدأ يزرع طاقته باستخدام طريقة التدريب الجديدة، طريقة التدريب على القدرات القصوى اللي خدها من معلمه. وأول ما بدأ اتفاجئ بقوة الطريقة. حس إن الطاقة اللي بيقدر يحس بيها أكبر بكتير من الطريقة المتوسطة اللي كان بيستخدمها قبل كده. ابتسامة واثقة ظهرت على وشه. قال في نفسه: طالما فهمت الأساسيات مفيش داعي أمشيها خطوة بخطوة. أستخدم النظام وأطور نفسي على طول. فتح لوحة النظام بتاعته وأصدر أمر: استخدم نقاط القدرة عشان أرفع مستوايا. وفي لحظة جسمه كله اتفجر بطاقة رهيبة. الطاقة جريت في عروقه زي نار مشتعلة وصوت أنينه خرج غصب عنه. مسك هدومه بإيده وهو بيكتم الألم، والضوء انفجر من جسمه في وميض ضخم يهز الأوضة كلها. بعد ثواني الطاقة هديت. شو جينج مين كان بيتنفس بصعوبة وبعدين وقف مبتسم: نجحت، وصلت للاختراق. النظام أكد له: المرتبة الجديدة مستخدم قدرة من الدرجة الأولى، الرتبة الدنيا. رفع إيده وبص عليها وشاف شرارات برق زرقاء بتتشكل بسهولة. جرب يتحكم فيها والبرق طلع أقوى بكتير، تيار هائل من الطاقة بيخرج من كفه. ابتسم وهو بيقول لنفسه: القوة زادت على الأقل 4 أو 5 مرات. وفكر: لو واجهت دلوقتي دب الطاغية المتعطش للدموي من المستوى التاني، قدرة الرعد بس كفاية لهزيمته. فتح لوحة النظام تاني يشوف حالته الجديدة، وفهم ساعتها ليه كل مستخدمي القدرات بيدوروا على طرق تدريب من المستوى العالي. حسبها بسرعة: لو استخدم الطريقة المتوسطة كانت الطاقة الحيوية والروحية هتزيد 30 أو 40 نقطة بس، لكن بالطريقة العليا زادت حوالي 100 نقطة مرة واحدة. الفرق واضح وضخم جدا. سجل إن التطوير ده كلفه 300 نقطة قدرة، وقرر يحتفظ بالباقي لأن تعلم تقنية زي جسد الرعد الذي لا يدمر أهم وأصعب، وخدها بباله إنها تقنية من الفئة S، يعني هتحتاج نقاط كتير جدا لإتقانها. بعد ما خلص اختراقه حس إنه جاهز للمرحلة الجاية. فكر: طالما أنا في الجامعة ليه ما أروحش المكتبة؟ يمكن ألاقي حاجة تفيدني. اليوم اللي بعده رجع شو جينج مينج لمقر العميد. العميد يانج تيان كان مصدوم حرفيا وبيقول له: إزاي تقدمت بسرعة دي؟ العميد بدأ يتمشى في القاعة وبيقول باندهاش: في 20 سنة تدريس شفت عباقرة كتير، بس حتى أفضلهم كانوا بياخدوا وقت طويل جدا قبل ما يتحولوا لمستخدمي قدرات حقيقيين. وانت أقل من 24 ساعة من وقت ما أخدت الكتيب. شو جينج مينج ابتسم ابتسامة محرجة وقال: يمكن الحاجة الوحيدة اللي أقدر أفتخر بيها فعلا هي سرعة تقدمي. وأضاف: بس لما حاولت أبدأ في تقنية جسد الرعد حتى الجزء الأول منها كان صعب جدا. العميد سمعه بهدوء وبدأ يشرح: تكوين الأساس بيتطلب دم وحش من عنصر البرق يتخلط مع برقك الشخصي عشان تقوي العضلات والعظام، بس أهم حاجة قوة التقنية بتعتمد على رتبة دم الوحش المستخدم. وبنغمة حازمة قال له: دلوقتي بما إنك تقدمت هنبدأ نصنع الأساس النهاردة. وبيكمل وهو بيجهز الأدوات: وحوش البرق العالية نادرة جدا. كنت ناوي أستخدم دم دب الصعصومة من المستوى السابع، بس لما عرفت إن ليك مورد من الفئة S كل سنة طلبت من المدير الرئيسي استثناء خاص. ابتسامة فخر طلعت على وشه وهو بيطلع قارورة صغيرة فيها سائل أحمر بيلمع. دي دم جوهر وحش أسطوري من الفئة الثامنة، تيرانوسور الرعد. شو جينج مينج اتأثر جدا، مش مصدق إن معلمه والمدير عملوا كده عشانه. أخد القارورة بكل احترام وقال: هرد لك الجميل ده أضعاف يا معلمي. العميد ابتسم وقال: تمام، نبدأ فورا. دخلوا غرفة التدريب وشو جينج مينج قلع الجزء العلوي وقعد راكع على ركبته. العميد فتح القارورة وسكب الدم الأحمر المتوهج على راسه وظهره. شو جينج مينج عض على أسنانه من الألم. الحرارة والسم اشتغلوا في جسمه زي نار. العميد قال له: استحمل، الدم ده سام جدا لمستخدمي القدرات الضعفاء والألم ده طبيعي. بعدها العميد رفع ايده وقال: دلوقتي دوري أساعدك. هستخدم قدرتي رعد الريح والنار الحقيقي من الفئة A عشان أساعدك تبني الأساس. قد إيه تقدر تمتص من الطاقة دي؟ ده راجع لك أنت. ثم أطلق العميد قوته. انفجار ضخم من البرق الأحمر العنيف واتجه كله ناحية جسد شو جينج مينج. الطاقة بدأت تندفع جواه بعنف، والوشم الأحمر المضيء بيتمد على ظهره وصدره. الألم كان فظيع، وشو جينج مينج رفع راسه للسماء وهو بيصرخ من الوجع. جسمه بيتصائل غصب عنه بالقوة المهولة اللي داخلاه. بعد 5 أيام من عملية التصلب دي، التلميذ الكبير ليو كان قاعد بيشرب شاي مع عم فو خادم العميد. ليو قال بابتسامة: الواد الجديد ده جامد، 5 أيام ولسه صامد؟ أنا يومين واتهديت،
ومع دم كائن من المستوى السابع كمان مش زي اللي هو بيستخدمه، وبنغمة فيها شوية غيرة قال إن شو جينج مينج فعلا يستاهل دم الكائن الأسطوري من النوع التنين، وأضاف إنه متحمس يشوف شكل جسد الرعد الذي لا يدمر بعد ما يخلص التصلب. وفجأة دوى صوت انفجار ضخم من غرفة التدريب فوقهم. ليو اتخض، جري بسرعة وطلع يشوف فيه إيه. فتح الباب بحذر ووقف متجمد مكانه. قدامه كان شو جينج مينج عاري الصدر، جسمه مغطى بالدم وعينيه بتلمع بالأحمر. هالة من الطاقة السوداء والرعد الأزرق محوطاه، شكله أقرب لوحش منه الإنسان. ليحس بالرعب. الهالة اللي طلع منه كانت مرعبة، كأنها هالة كائن مفترس من أعلى المستويات. شو جينج مينج اللي فقد السيطرة شاف ليو في الباب وهجم عليه بسرعة، بس قبل ما يضربه صوت العميد يانج جنتيان دوى في القاعة وهو بيزعق: شو جينج مينج فوق يا ولد! الصوت القوي اخترق دماغه وكسر حالة الجنون اللي كان فيها. وقف مكانه والهجوم وقف على بعد سنتيمترات من ليو. شو جينج مينج كان مبلول عرق، عينيه فيها دوشة وقلب تعب. استاذ، ايه اللي حصل؟ ليه حسيت اني عايز ادمر كل حاجة؟ العميد فسر له بهدوء ان دم تنين الرعد اللي استخدموه أثر على عقله، وقال له ان الكائن ده معروف بشراسته، وبسبب ان نسبة توافقه مع الدم كانت عالية جدا فده سبب له التهيج العقلي ده. بس طمنه، ما تقلقش، لما قوتك تزيد أكتر الأعراض دي هتختفي، بس خليك هادي وما تحاولش تنفعل. شو تنفس بارتياح وبص لإيده وهو بيقول بخوف إنه مش عايز يفقد السيطرة تاني. العميد ابتسم وقال بفرحة: مبروك يا شو، العملية نجحت نجاح ساحق. نسبة امتصاصك وصلت ل 98%، أعلى من أي حد قبلك، أعلى كمان من الرقم القياسي القديم 92%. التلميذ الكبير ليو قرب منه ابتسامة وقال له: مبروك يا أخويا الصغير، طريقك في فنون القتال دلوقتي مفتوح على الآخر. العميد عرفه رسمياً: ده تلميذي الكبير ليو مينج، قدراته في قمة الطبقة الثالثة، لو احتجت أي حاجة في التدريب ارجع له. شو سلم عليه باحترام، لكن ليو بسرعة طلع موبايله وقال: ملحقتش أجيب لك هدية، هحول لك شوية كريدتس بدل كده. شو بص في موبايله واتصدم، لقى إشعار بيقول إن استلم 200 كريدت. صرخ: 200 كريدت؟ ده مبلغ ضخم! العميد ضحك وقال له: بالنسبة لليو المبلغ ده بسيط، وهو واجب الكبير تجاه الصغير، ولما يبقى عندك تلاميذ هتعمل زيه. شو انحنى وقال بتواضع: شكرا يا أستاذ، هفكر في كلامك. العميد ختم كلامه وقال: دلوقتي بعد 5 أيام من غير أكل ولا شرب، روح ارتاح. بكرة الصبح تعال لي أدربك على أساليب القتال بالقبضة والرمح مع ليو. شو شكره ومشي. رجع الفيلا الفخمة بتاعته، ولما دخل لقى شاب شعره أبيض شوك وعينيه حمرة قاعد على الكنبة بيلعب فيديو جيم. الولد لف وقال بابتسامة: أهلاً، أنت أكيد زميلي الجديد في السكن، أنا ليو انتاو. شو عرف نفسه فليو فتح عينيه بدهشة وقلب انفعال: أنت أول على مقاطع الجنجن؟ شو اتفاجئ وسأله: عرفت منين؟ ضحك ليو وقال: أنا معروف هنا بالأستاذ العارف، عارف كل حاجة عن الطلاب الجداد، أنت عامل دوشة كبيرة جدا. وحط إيده على كتفه بحماس وقال له: قل لي بردي، أنت كنت لسه مستيقظ وقت الامتحان وقدرت تعمل كل ده، وقدرت إزاي؟ شو ضحك في هدوء وعجبه حماس الولد. فكر في نفسه إنه ممكن فعلا يحب زميله الجديد، خصوصا إنه عمره ما حب العزلة. افتكر طفولته في دار الأيتام وإزاي ما كانش ليه إحساس بالانتماء. المدرسة كانت أحسن عشان فيها أصحاب. أجمل أيامه كانت في الجامعة مع أصحابه في السكن بيلعبوا وبيهزروا. افتكر يوم تخرجه لما شرب كتير وصحي فجأة في عالم تاني. ضحك بخفة وقال في نفسه إنه حتى هنا لسه يتيم، بس يمكن المرة دي مش لوحده. ليو بدأ يتكلم بفخر: أنا من مقاطعة سيتشوان، عندي قدرة من الفئة A، دلوقتي في المرحلة الأولى المتوسطة. هدفي أكون قائد عسكري وأقضي على الوحوش اللي على كوكب بلو ستار. شو ابتسم وقال إنه رايح صالة فنون القتال الخاصة بجامعة العاصمة المحلية. ليو اتحمس جدا وقال له: استنى، أنا جاي معاك. دخلوا مع بعض صالة فنون القتال الخاصة بجامعة العاصمة المحلية. القاعة كبيرة ومليانة طلبة بيتدربوا، الرعد بيضرب الهواء والطاقة في كل مكان. ظهر مساعد الذكي اسمه إيفا وشرح ليهم إن دي القاعة العامة للتدريب وتسعى ل 300 شخص، ومبنية من معدن فئة سي مع معدن ذاكرة عشان تتحمل الضربات. ليو عجبه الأجواء جدا وبدأ يصيح بحماس: بص ده مستخدم ذئب محسن فئة A. شو قال له بهدوء: أنت بنفسك عامل دوشة مش كبيرة. شو سأل إيفا عن الأعمدة المرقمة اللي في النص. إيفا قالت له: دي أجهزة قياس قوة الضربة، في 5 لوحات لأصعاب ال5 مستويات، لو دخلت ضمن أول 3000 هتاخد مكافأة 50 كريدت. ليتحمس جدا وقال: دي سهلة. إيفا صححت له قالت له: عدد الطلاب الكلي أكتر من 4000. بس ليو ما تراجعش، دخل وجرب بنفسه، ضرب العمود بكل قوته. النتيجة ظهرت 476 كيلوغرام. ابتسم وقال: كويس، مش وحش. بس إيفا قالت له ببرود:
ترتيبك خارج أول 100,000. ليو صرخ: إزاي؟ مش المفروض الجامعة فيها 4000 بس؟ إيفا ردت وقالت: اللوائح دي بتضم كل الطلاب اللي مروا على الجامعة خلال 100 سنة. القاعة كلها انفجرت في الضحك والسخرية، وليو واقف محرج جدا. شو حاول يهونها عليه وقال له بابتسامة: ما تاخدهاش في بالك، قدرتك مش جسدية فده طبيعي. ليو قال له بحماس: طب جرب انت بقى، أكيد هتبهرهم. شو وافق، سحب بطاقته وسجل نفسه في التحدي. الناس بدأت تتهمهم: ده أول مستوى، ده هيكسر ال 400 كيلوغرام بالعافية. لكن شو كان واثق، افتكر تطوره الأخير وتدريبه 5 أيام متواصلة وتقنية جسد الرعد. شد قبضته وضرب العمود بكل قوته. انفجار قوي دوى في القاعة والهواء نفسه ارتج. الشاشة عرضت النتيجة: 45,589 كيلوغرام. القاعة سكتت تماما. الناس اتصدمت. الرقم مش بس الأول، ده كسر كل الأرقام القياسية لأول مستوى في تاريخ الجامعة. الطلبة الكبار وقفوا مذهولين. إزاي ده مش مفروض أول مستوى منخفض؟ ده الضربة دي ممكن تفرمه لحمة. حتى البنات اللي في الجمهور بقوا مش مصدقين. واحدة قلت: ده تعدى كل أبطال الجيل، الرقم ده ثابت من أكتر من 10 سنين. ليو مسكه من كتفه وقال له بانفعال: انت أخويا بجد، من النهاردة أنا تابعك. شو ضحك وقال له بهدوء: ما تبالغش يا عم،